سؤال: هل يفضل الإشارة إلى المصدر المعلومة أم أن ذلك قد يؤدي إلى تقييم منخفض للمحتوى إذا تم الإشارة إلى المصدر؟ المعلومة دي هتلاقيها من أكتر المعلومات اللي منتشرة في كل مكان، وحتى لو أنت بتنشر حاجة وبتستعمل رانك أو يوست هتلاقيه بيقول لك حط مصادر خارجية وكلام من ده كله. بس أرض الواقع بتقول إن أنت مش مجبر تعمل الكلام ده، ولكن يفضل إن أنت تعمله. بمعنى ما ينفعش أنا عشان أحط مصدر معلومة أروح حاطط المنافس بتاعي. أكيد أنا مش هطلع على المنافس لأن أنا طالما استشهدت بيه كمصدر للمعلومة، فده كأن ان انا اصلا بشير اليه بان هو مصدر ثقة، وبالتالي هو هيفضل في ترتيب اعلى مني. فمش منطقي ان انا احط منافس بتاعي كمصدر. فعشان كده بقول الاجابة على السؤال ده بتكون بشكل نسبي. طيب امتى يفضل ان احنا نحط مصادر؟ فبصراحة من تجربتي الشخصية، من اكتر المجالات اللي بتحتاج ان انت تحط فيها المصادر، ومن اكتر المجالات اللي هتفرق معاك لما تحط المصادر، هي المجالات الحساسة والمجالات الطبية والمجالات اللي بنسميها واي ام واي ال، يور ماني يور لايف. لان المجالات دي لما بيكون عندك المصادر اللي انت جبت منها المعلومه، بالاخص لو معلومه طبيه، فده بيفرق معاك جدا. وطبعا تحاول انك تجيب مصادر عالميه ومصادر موثوقه ومصادر مش منافسه ليك بشكل مباشر. ولكن لو انت ما عملتش ده فعاوز اقول لك الامور بتعدي يعني، ولكن هو يفضل تعملها في مجالات معينه زي المجالات الحساسه بوجه الخصوص. ولو عندك اي سؤال وحابب نجاوب عليه تقدر تسيبه في التعليقات، وما تنساش تنضم لاكتر من 15,000 عضو على ادفانسد ديجيتال ماركتنج كوميونتي.